بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نهاركم مبروك خواتاتي، نهاركم طيب وزين. اليوم جيتكم بهذه الوصفه الرائعه، وصفه تقدروا تقولوا وصفه رمضانيه. البوراك، شكون ما يشتيش منا البوراك؟ بوراك عنابي بمقادير متوفره في كل بيت. اذا عجبكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لنا لايك وشاركوا الوصفه والقناه للاصدقاء لكي تعم الفائده، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. اليوم راح ندير لكم بوراك العنابي. نروحوا المقادير. انا عندي هنا حبه بطاطا كبيره غليتها في الماء والملح عادي. عندي هنا جبن، عندي هنا تشكيله من الخضار، عندي هنا بصله خضراء، وعندي هنا معدنوس، عندي هنا زيتون ديال مايوتي، وعندي حبه طماطم قصيتها هكا بمكعبات صغيره، وهذا فلفل حلو، عندي هريسه، وعندي البيض، وعندي هنا لحم مفروم قليته عادي بشويه تاع زيت وشويه توابل وبصله وشويه ثوم وملح بطبيعه الحال. ما نساوش نمروا لطريقه التحضير. درت هنا صحنه راح نحط هاد الديول، ورقه من الديول، نحط القاعده، نحطوا كميه تاع بطاطا بالطريقه هذه هكا، نفرشوا ولا نديروا القاعده بالبطاطا باش ما تسربناش هذاك الحشو والبيض. نديروا شويه الهريسه، لازم نديروا طبقه هكا تاع هريسه باش يجينا محرحر ويجينا بنين. ونديروا شويه تاع بصله يعطينا ذوق رائع، سورتو البصله هذه تاع الديول بهذه الطريقه هذه. نديروا طماطم، شويه طماطم، نديروا شويه زيتون بهذه الطريقه هذه. وبعد واش نديروا لحم مفروم، نديروا لحم مفروم. صدقوني يجي واحد البريك عنابي يعني ما شاء الله مليح لشهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. ومن بعد واش نديروا نفقسوا حبه بيض، حبه بيض هنا في الوسط، هذا الفون هذا اللي درتو في الوسط. ومن بعد واش نديروا شويه معدنوس، ما نساوش نملحوا، نديروا شويه فلفل اسود بهذه الطريقه هذه، ونديروا حبه تاع جبن في الوسط، حبه جبن في الوسط. ومن بعد واش نغلقوا على شكل بريك. تقلى البوراك تاعنا يتقلى. بسم الله. نعاود معكم حبه انا نلف البوراك تاعي ونكمل كامل الكميه اللي عندي نقليها، ونتلاقاو في صحن التقديم. هاو البوراك تاعي بعد ما حطيته هنا في صحن التقديم قدمته هكا بالقارص وشويه معدنوس. ملاحظه برك اذا بغيتوا العظمه تكون يعني نص طياب ولا طيبوها كما بغيتوا. المهم انايا خليتها نص طياب، وليداتي يشتيوها نص طياب. بوراك عنابي بمقادير متوفره في كل بيت. اذا عجبكم ما تنسوش ديرونا لايك وبارطاجيو لي زابي تاعكم احبابكم للاستفاده. ومع السلامه مع وصفه اخرى ان شاء الله.